جزيرة بيتجمع عليها شباب مراهقين ولاد الناس الأغنياء علشان يبتدوا يعتمدوا على نفسهم، لكنهم بيتخطفوا من عصابة بتطلب عليهم فدية كبيرة جدا. انتوا بتسمعوا محمد شمس وده فيلم من الآخر، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب المتين. كايل شاب غني بيتعرف في حفلة عاملاها واحد صاحبه على بنت اسمها ايمي، وبتعرفوا انها وحيدة ابوها الغني اللي مات، وكمان ساب لها فلوس كتير جدا اللي هتاخدهم بعد ما الدورة اللي هتاخدها لمدة 3 شهور على جزيرة منعزلة تبتدي. وبيعرفها كايل انه برضه شبهها وابوها برضه غني، وبالرغم من وجوده لكنه دايما بيحس بالوحدة. ولما بيرجعوا الاتنين من الحفلة بيعملوا حادثة بالعربية، وبيقرر كايل ساعتها يتخلى عن ايمي ويسيبها ويهرب بسبب خوفه. ولما بيعرف ابوه بيكون اتقبض عليه خلاص علشان عمل الحادثة دي وهو سكران، فبيأمر المساعد بتاعه انه يدي للقاضي رشوة كبيرة علشان يطلع ابنه منها. ولما بيطلع بيوبخوا ابوه جدا على اللي حصل منه، وبيعرفوا انه شاب جبان وكان لازم يفضل مع البنت ويوديها على المستشفى. وبيعرفوا انه اشترك له في دورة تدريبية علشان يعتمد بيها على نفسه، وان مكانها على جزيرة منعزلة، ولو رفض او حاول يهرب هيحرمه من كل فلوسه. فبيضطر كايل بعدها يوافق. ولما بيوصل بيعرفوا المدربين ان شعارهم هنا هو الطاعة العمياء، علشان لو ما سمعش الكلام هيتعاقب وممكن ما يقدرش يمشي من هنا بعد 3 شهور اللي محددينهم له، لانه ساعتها هيبقى ميت وهيدفن على الجزيرة دي. وبياخدوا بعدها المدرب وبيعرفوا على زمايله في السكن، واللي بيعرفوا ان الحرس اللي موجودين حوالينا هنا دول مش علشان خايفين اننا نهرب ولا حاجة، لا اصلا مفيش مكان قريب ممكن نهرب له، هما موجودين هنا بس علشان يحمونا. ده لان الاغنياء ممكن اي حد يجي يخطفنا ويطلب علينا فدية كبيرة. وفي اول تجمع للطلبة بيتأخر كايل ربع ساعة، وبيقابل ساعتها ايمي اللي اول ما بتشوفه بتعرف زمايلها ان ده الجبان اللي سابها تموت في العربية وهرب. بس بياخدوا المدرب وبيعاقبه، وبيرجع تاني لزمايله وبتكمل عليه ايمي، وبيعرفها ان هو كان سكران. وبيقول لهم المدرب بعدها ان سبب وجودهم هنا هي حياة الرفاهية اللي كانوا عايشين فيها، اللي خلى كل واحد فيهم مش قد المسؤولية، ده لانه ما شافهاش اصلا. علشان كده بيعملوا هنا بناء جديد لشخصيتهم، وهو ده بيكون الهدف الاساسي ليهم، وهو انهم يتعلموا ازاي يعتمدوا على نفسهم. ولما بيحاول كايل يهرب بيعرفوا قائد الحرس ان اقرب جزيرة على بعد عشرات الكيلومترات، وانه مش حتى هيقدر يعوم كيلو واحد، ومش هيلحق يوصل وهيموت في السكة، وان احسن له يكمل ال3 شهور هنا على الجزيرة ويمشي في سلام. وبنعرف بعدها ان في عصابة بتجهز علشان تهجم على الجزيرة وتخطف الطلبة ويطلبوا عليهم فدية كبيرة من اهاليهم. وبنرجع للجزيرة تاني اللي بتعمل للطلبة فيها معسكر في الغابة، لكن بسبب خوف كايل من المرتفعات بتفضل ايمي شمتانة فيه وهو بيتسلق لانه سابها لوحدها. فبيعتذر لها تاني وبيعرفها انه لو كان فايق ساعتها ما كانش سابها اكيد، خصوصا انه معجب بيها، فبيصعب عليها وقتها وبتساعده. وبيكرر لها بعدها اعتذاره. وبعدها بتعرفوا ايمي ان فكرة وجودها هنا مش من امها اساسا، لا دي من دماغ جوزها اللي دايما بتحس انه طمعان فيهم وفي فلوس ابوها. وبيحس بعدها كايل ان الدورة دي هتبتدي تغير مستقبله، وبيندمج مع المجموعة وبيقرب منهم اكتر، وخصوصا ايمي، وبيحاول يرجع يكسب ثقتها تاني اللي اتهزت فيها من بعد موقف العربية. لكن في ليلة بتهجم العصابة عليهم وبتقتل الحراس والمدربين كمان، وبيخطفوا المجموعة. بس كايل بيكون مش موجود في وسطهم، بيكون يقدر ساعتها ان هو يهرب. وبيكتشف زعيم العصابة ان كايل مش وسطهم، فبيقرر يدوروا عليه لان المبلغ كده بتاع الفدية هينقص شوية. وبنروح لكايل وهو بيتغلب على نقطة ضعفه وهي الخوف، وبيحاول يساعد اصدقائه. وبتبعت العصابة فيديو لابو كايل وبيكون فيه المجموعة وبيعرفوه ان هو اللي هيجمع من اهلهم الفلوس. لكن ابو كايل مش بيشوف ابنه وسط الشباب دول. وتاني يوم بيكتشف كايل تواطؤ قائد الحرس مع العصابة، واللي بياخده بيحاول يسلمه تاني للعصابة، لكن كايل بيوقعه من على الحبل في الغابة وبيموت. وبنرجع تاني لابو كايل اللي جمع المبلغ كامل واهل المخطوفين في مكان واحد، بس بيكون لسه قلقان على ابنه انه ما ظهرش في الفيديو اصلا. وبيعرف زعيم العصابة انه مش هيشوف دولار واحد من المبلغ قبل ما يشوف ابنه ويطمن عليه. وبنروح لكايل اللي بيوصل لاصحابه وبيفكهم وبينقذهم، وبيتفق معاهم يتفرقوا في الغابة علشان يشتتوا العصابة. ولما بيكتشفوا اختفائهم بيطلعوا علشان يدوروا عليهم، بس هما بيعملوا افخاخ علشان يتصدوا ليهم. وبنروح وقتها لجزء
ايمي اللي بيعرف ابو كايل انه عايز ينقذ ايمي باي شكل، ده لانه بيعتبرها زي بنته بالظبط. بنروح لايمي اللي بتقدر تخلص على واحده من العصابه بس بتتصاب بعدها، وفي الوقت ده بتعرف الشرطه مكان الجزيره وبتبعت قوه على هناك علشان تدايمها. وبنروح للمجموعه اللي بتخلص على باقي افراد العصابه ما عدا بيلي زعيمهم، وبيعملوا له فخ علشان يعذبوه بيه ويعرفوه هو قد ايه عذبهم، وبالمره يعرفوا مين اللي وراه. لكن بسبب ذكاء بيلي بيسلمهم صاحبهم مكانه، وبياخدوا بالهم على اخر لحظه قبل ما يقتلوه، وبيهرب منهم. وبيشتبك معاه كايل لوحده بس بيقدر انه يخبطه بصخره ويوقعه على فخ ويموت. وبعدها ايمي بتاخد تليفونه وبتعرف ابو كايل ان ابنه بقى اقوى واشجع من الاول بكتير، وان هو اللي انقذ الشباب دول كلهم وكمان خلص على العصابه. فبيفتخر ابو كايل بابنه جدا. ولما بتقابل جوز امها بترن على اخر رقم اتصل بيه بيلي زعيم العصابه من تليفونه، وبيطلع رقم جوز امها، وبيتقبض عليه فورا من الشرطه بعد ما بيعرفوا التواطؤ بتاعه مع بيلي قبل ما يموت، وان هو اللي مخطط لموضوع الخطف من الاول. وبنشوف ايمي وهي بتكمل مع كايل بعدها، وبيعيشوا في قصه حب. ولحد هناك وخلص فيلمنا، ومتنسوش بقى لايك شير سبسكرايب فيلم الاخر عشان اوصلكم كل جديد.